معاكم دكتور محمد بحر. هو الزمن اللي بيجري ولا احنا اللي بنفقد احساسنا بيه؟ وقف كل حاجه بتعملها دلوقتي وبص حواليك واسال نفسك السؤال اللي دايما بيعدي في لحظه السكوت: هو انا فعلا عايش ولا الايام ماشيه وانا واقف مكاني؟ النهارده ايه؟ النهارده فات ولا اتسرق؟ ليه واحنا صغيرين كنا نحس ان السنه طويله زي العمر، وليه دلوقتي الشهر بيجري كانه يوم؟ لو اليوم ما كانش فيه شيء جديد دماغك مش هيسجله، ساعتها تحس ان الوقت اتبخر. هو الزمن بيتسرق فعلا ولا احنا بقينا نعدي الحياه من غير ما نحس بيها؟ تعال نفكر سوا. لما اخر مره عملت حاجه لاول مره، انت اخر مره حسيت بدهشه؟ فاكر طعم اول مره تركب ميكروباص لوحدك؟ اول مره تشوف البحر؟ اول مره تقع وتقوم وتضحك على اللي حصل؟ كل لحظه اولى بتعيشها بتسيب علامه، لكن دلوقتي كل يوم شبيه باللي قبله. بتصحى بنفس الطريقة، تروح نفس المكان، تقابل نفس الناس، ترجع بنفس التعب، تنام على نفس السرير. فين التجديد؟ فين النبض؟ فين الحياة؟ مش بس الوجود. الدماغ مش بيحس بالثواني، الدماغ بيحس بالاختلاف، بالمعنى، بالذكريات. الخطير انك تبقى عايش على الهامش، تتحول من بطل القصة لمشاهد صامت في فيلم حياتك. الموبايل هو أسوأ لص للزمن، لأنه بيديك إحساس بالانشغال من غير ما تخلق ذكرى واحدة. جرب تعمل حاجة أول مرة النهاردة، امشي في شارع جديد، اقرا سطر جديد في كتاب أنت مش متعود عليه، كل أكلة عمرك ما جربتها، كلم شخص من زمان ما سمعت صوته. غير الصورة هتغير الزمن جواك. الزمن مش سهم بيطير، الزمن هو اللون اللي انت بتتلون بيه لوحدك. في ناس بتحس بيومها كأنه ظهر، وفي ناس بتصحى وتنام وتنسى انها عاشت. فلو الزمان بيجري افتكر ان مش بيسيب اثر، هو كمان بيتمسح. سيب بصمة.